انتي مراتي وحبيبتي وكل حاجة عندي، بس انا عايز حاجة صغيرة قوي اطمن على البضاعة وحاجتي قبل الجواز. انا اتعرفت على واحد من عن طريق التيك توك. للأسف كان حاول اكتر من مرة يتواصل معايا ويقرب لي، وانا كنت ببعده عني بكل الطرق لحد ما لقالي داخلة ودخل عليا، واديته فرصة واتكلمنا وتعرفنا على بعض. بس دخلته المرة دي كانت مختلفة عن اي شاب عادي. دخل وقال لي انا معجب بيكي ونيتي خير والله العظيم، وبعد اذنك انا ما صدقت ان انت تردي عليا. اديني رقم حد من اهلك اتواصل معاه واكلمه علشان اجي اتقدم لك رسمي. البنت بتقول انا لما سمعت الكلمتين دول اتصدمت. دخلت على الاكونت بتاعه، بدأت اتفرج عليه وشفته كان ولد حلو وامور وشكله كويس وابن ناس. عدى الوقت وانا في الاول رفضت وقلت له ايه الكلام ده، وانت ازاي تخطب واحده من على التيك توك؟ انت تعرفني ولا تعرف انا ايه ولا مين ولا الماضي بتاعي كان عامل ازاي؟ قال لي انا مش عايز اعرف اي حاجه، انا مدام ناوي خير يبقى انت اكيد خير ان شاء الله، ومع الخطوبه هعرفك وتعرفيني. طبعا بدأت استلطفه وبدأت اتكلم معاه، بدأنا نتكلم مع بعض وكل حاجة كانت ماشية تمام. وموضوع موبايل بابا او ان انا اديله رقم اهلي انا اللي هديته شوية، او يعني ما رضيتش ابين نفسي ان انا مدلوقه قوي علشان ما يقولش ايه ده دي ما صدقت. بدأ يقول لي كلام حب وغرام وبدأنا نتكلم مع بعض في التليفون وكل حاجة ماشية كويس. من بعدها واحدة واحدة بدأ يتكلم معايا في كلام مش كويس في الموبايل، يتغزل فيا، ينكش فيا، يقول لي كلمتين على جسمي في حاجة بتاع. المهم طبعا الكلام ده كله كان بيحصل من بعد ما نزلنا اتقابلنا وشفنا بعض على الواقع كنا عاملين ازاي. عدى الوقت واحنا بنفس الطريقة. بعدها بدأ يفتح معايا كلام ويدخل في سكة كأن اتنين متجوزين، وبدأ الكلام مش على هواية. بدأت اعمل له ستوب واقول له ما ينفعش الكلام ده، ما يصحش، وهو برضك مصر ان هو عايز يتكلم الكلام ده. ومن بعدها دخل لي في سكة انت مراتي انت حبيبتي انت كل حاجة عندي. انا بدأت احس معاكي احاسيس انا والله ما حسيتها. انا زي اي بنت، الكلمة الحلوة ممكن تأثر عليا وياكل بعقلي حلاوة زي ما بيقولوا. صدقته وامنت له واديته كل مشاعري وكل احاسيسي، وللاسف عرف يخليني احبه واتعلق بيه. حبيته واتعلقت بيه وبدات اتكلم معاه. بدا هو واحده واحده يستغل حبي ليه ويطلب طلبات مني مش كويسه، وكان على رأسها حاجة صدمتني بمعنى الكلمة. ما توقعتش ابدا ابدا ان هو يطلب مني الطلب ده بالطريقة الصريحة كده عادي. الولد بيقول لها انا عايز اعمل معاكي علاقة، ولكن عفوا يا جماعة في الكلمة اللي هقولها، من الخلف، علشان طبعا البنت تفضل عذراء وما يحصلهاش اي مشكلة. كارثة ومصيبة. وطبعا انا مش عايزة اتكلم في النقطة دي، ان يعني مين قال ان الموضوع ده لما بيحصل انت كده ما فقدتيش عذريتك، او بعيدا عن الموضوع ده انه محرم وربنا ناهي عنه وحرام وما ينفعش، ولكن العذرية مرتبطة بالجزء ده كله كده، او جسم المرأة كله عذرية، عشان اي بنت تسمع الحلقة دي تركز وتفهم قبل ما تصدق اي راجل باسم حبيبها يضحك عليها ويسوقها للسكة دي ويحلل لها الموضوع ده وكأني لا من شاف ولا من دري. لا طبعا ما ينفعش، غير ان الموضوع ده حرام جدا ويعتبر زنا لان بدون زواج. هنعدي الموضوع ده ونتكلم في القصة اللي البنت بعتها لنا الاول. طبعا البنت لما سمعت كده اتصدمت، قالت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني اعمل معاك علاقة؟ انت اتجننت؟ انت شايفني واحدة مش محترمة ولا ايه يا عبيطة؟ انت مراتي، انا والله حسيت معاكي حاجات انا ما حسيتهاش في حياتي مع اي بنت. علشان خاطري ما تحرمناش من اللحظة دي، انا بحبك ومش شايف حد غيرك قدامي. البنت رفضت وقالت له لا انا مش هعمل كده، وبقت خايفة مع انها بتقول لما كنت بخرج معاه كان بيحصل تجاوزات، يعني ماسكة ايد ممكن بوسة حضن، ولكن الموضوع ما وصلش ان احنا نبقى مع بعض في بيت واحد، لسه ما فيش الكلام ده. مع الوقت بدأت تقول له انت مش هتيجي تخطبني ولا ايه؟ يقول لها طبعا عايجي اخطبك، بس استني عندي المشوار الفلاني في اليوم الفلاني خليني اخلصه وهيجيلي منه فلوس واروح اكلم اهلك. وبدأ بقى كل شوية ايه يعطلها بحاجة لحد ما حصلت الكارثة والمصيبة. البنت بتقول انا برن عليه في الموبايل لقيته ما بيردش ويكنسل عليا، وإذ فجأة لقيته بيرن عليا فيديو كول على الموبايل وقال لها افتحي الكاميرا.
فتحت الكاميرا وقعدت تكلمه، بتقول لقيته قالع التيشيرت بتاعه من فوق او عريان من تحت كمان انا مش عارفة، ولقيته بدأ يتكلم معايا يعني في سكة مش كويسة، وعايز يعني يستدرجني للنقطة ديت، وبدأ يقول لي اقلعي هدومك، وريني جسمك، صوري الحتة دي، صوري، اعملي، انت هتبقي مراتي، ما انت خطيبتي، ما انت حبيبتي، ما انا مش شايف غيرك. البنت بدأت تصدم من افعاله، وبدأت تقول له بقول لك ايه يا فلان، انا ما بحبش الطريقة دي، انت كل شوية تطلب مني افتحي الكاميرا، وريني جسمك، وريني مش عارفة ايه، طب انت هتبقى مراتي، طب ما انا هبقى جوزك، طب ما انت خطيبتي، طب ما انت حبيبتي، هو انت في ايه، ويقعد ياكلها في الكلام. البنت اللي هي بعتتهولي بتقول انا ما اديتوش الموضوع ده خالص، وما اتصورتش وما فتحتش كاميرا وبعدت عنه. بتقول طبعا طريقته بدأت تتغير معايا، وبدأت احبه انا اكتر واتعلق بيه، وبدأت انا اللي اطلبه علشان يجي يتقدم لاهلي. يعدي الموضوع كده وخلاص؟ لا طبعا ما يعديش. البنت بتقول تعبت وفكرت في الانتحار اكتر من مرة، ونفسيتي كانت زي الزفت، لحد ما في مرة جه يكلمني وما صدقت ان هو يكلمني بصراحة. بدأت اتكلم معاه وقلت له تعالى اخطبني من اهلي ما دام انت بتحبني، مش عايزين شبكة دهب غالي والكلام ده كله، هات لي دبلة بمحبس وتعالى انا هشتغل واساعدك ونتجوز ونعمل شقتنا والكلام ده كله. قال لها طبعا يا حبيبتي من عينيا الاتنين، انت حبيبتي انا ماليش غيرك، انا مش عايز غيرك من الدنيا دي كلها، بس تعالي بعد ما نعمل الخطوبة اعمل معاكي كده من الخلف. طبعا البنت بدأت تقول له ايه حكاية الموضوع ده، انت اتجننت ولا ايه، في ايه، هو انا مراتك عشان تعمل كده؟ اصلا حرام وما ينفعش وما يصحش، انت شايفني مش محترمة؟ قال لها لا طبعا، وانا يعني اللي مش محترم عشان عايزة اعمل معاكي كده؟ انا شايف نفسي ان انت مراتي وان انت كل حاجة، وانت خلاص اصلا مالية عليا كل دنيتي. طبعا البنت بدأت مش قادرة تقتنع بكلامه وبدأت تخاف، ولما رفضت منه الموضوع ده بدأ ما يردش على تليفوناتها ويكنسلها، لحد ما في مرة هددته وقالت له انا هبعد عنك تماما. بتقول ولا اكنه فرق معاه وعادي جدا، مع ان الاول كان يمسك فيا ويقول لي عشان خاطري وما تزعليش وبالله عليكي والكلام ده كله. فالمهم طبعا هي بتقول حسيت ان انا من بعد ما كنت حاجة كبيرة عنده بقيت حاجة قليلة وما بقاش يهتم بيا. انا دلوقتي متعلقة بيه وبحبه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، ليه عمل معايا كده؟ ودايما يقول لي انت مش بتريحيني ومش بتملي عيني ومش بتخليني يعني اكتفى بيكي. انا بعمل كل الكلام ده وعايزه اعمل الكلام ده علشان ما الاقيش حد بره ابص عليه، المفروض انت تملي عيني والكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. البنت بقى تقول اعمل ايه، انا تعبانه وما بقتش واثقه في اي راجل، ومش عايزه اي راجل يجي يتقدم لي، حتى البني ادم ده انا مصدومه فيه صدمه عمري، وللاسف حبيته جدا وللاسف اتعلقت بيه جدا. قولوا لي حل لاني فعلا تعبانه. كمان بالاضافه هي بعتلنا القصه دي علشان تبقى عظة وعبرة لأي بنت هتسمعها أو بتتفرج على الحلقة. خلصت مشكلتنا، ما تنساش ردك على صاحبة المشكلة في التعليقات. باي باي.